مشهد في الملعب. الجمهور يعني في فترة أصبح الشارع العربي يتابع الملاعب السعودية من أجل هذه اللوحات الفنية. أيضا اللاعبين أصبحوا يدخلون الملعب يلتفتون للوراء يشاهدون مثل هذه اللوحات. أكيد ما يلام صراحة اللاعب أنه يلتفت ويشوف هذا الجمهور الرائع. صراحة منظر جميل، منظر رائع. أتمنى كل لاعب أنه يكون متواجد في هذه المباراة. تكلم عبد الله أن اللاعب يعطي 200، أعتقد في هذه المباراة يعطي كل ما عنده من أجل هذا الجمهور الكبير اللي حاضر المباراة. ما لحقنا على هذا. لا ما لحقنا. حقيقة منظر جميل، حقيقة شيء يعني يثلج الصدر. نصيحتك للهلال قبل بداية الشوط؟ أنا أتوقع أنه نصيحتي لابد عدم الاستعجال، والهدف لابد يكون تركيزهم عالي وعدم ولوج مرمانا في هدف. أتوقع أنه بيكون لا يصعب علينا احنا كلاعبين، أو أنه تكون تحاول انك تعدل النتيجه هدفين. اتوقع ان عدم ولوج مرمى هدف وتسجيل هدف هو هذا اللي يعنينا كلاعب. المطلوب على الهلال ضغط في بداية المباراة، استغلال الحالة المعنوية الكبيرة جدا. أخطاء قد تكون على مستوى خط الدفاع فريق سبهان ممكن يسجل فريق الهلال في ال10 دقائق الأولى. شكرا جزيلا لكما. هذا هو المشهد في استاد جاسم بن حمد السد القطري والأهلي الإماراتي، وأيضا هذا هو المشهد في الرياض الذي يجمع الهلال السعودي وسبهان أصفهان الإيراني، وهذه اللوحة الفنية الجميلة ومع عنوان وحيد للهلال: نكون أو لا نكون، مع الزميل العزيز حماد العنزي. تفضل. شكرا زميل عبد العزيز البكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان في المملكة العربية السعودية، في الوطن العربي أينما كنتم، تحية طيبة لكم عبر BN سبورتس. ومباراة الجولة السادسة في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا. اليوم فرصة للهلال لأن يحسم التأهل بالانتصار فقط أمام سبهان أصفهان الإيراني، والفريق اللي طبعا يتواجد في المرتبة الثانية في سلم الترتيب بعد طبعا أو في المرتبة الأولى، بعد ذلك الأهلي الإماراتي، ثم الهلال في المرتبة الثالثة. المباراة ربما يعني في مباراة اليوم بالنسبة للفريق الإيراني اللي عنده فرصتين في مباراة اليوم، فرصة التعادل وفرصة الانتصار، لكن الهلال عنده فرصة واحدة فقط وهي الانتصار وسط حضور جماهيري كبير جدا في مباراة اليوم. والرسالة التي طبعا كانت بالتيفي الخاص للجماهير الهلالية في مباراة اليوم، ويرسلون طبعا الرسالة للجماهير طبعا اللاعبين في أرضية الملعب، ويشيرون إلى لاعبي الهلال بعبارة اهزموهم. وربما يعني لا غير الانتصار في مباراة اليوم، كل شيء مرفوض في مباراة اليوم. التعادل مرفوض، الخسارة مرفوضة، فقط الانتصار. وعلى طبعا لاعبي الهلال مهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن بإمكانهم في مباراة اليوم تسجيل انتصار، وبالتالي الوصول إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال آسيا. الهلال في 6 مشاركات في دوري أبطال آسيا لم يخرج من مرحلة المجموعات على الإطلاق. انتصارات وتأهل للدور الثاني دائما منذ 2007 بشكل متتالي. الهلال يتأهل عن مرحلة المجموعات، لكن اليوم في طبعا 2014 في هذه المجموعة، في المجموعة الصعبة، في طبعا المجموعة التي لم يحسم أي فريق التأهل إلى المرحلة المقبلة من الفرق الأربعة، وكل الفرق الأربعة عندها فرص طبعا في التأهل. من ينتصر يتأهل في هذه المباراة. وفي المباراة أيضا الأخرى بين الأهلي الإماراتي والسد القطري، المباراة التي تقام بنفس التوقيت، الهلال اليوم